كفايه. مالك يا تيفا؟ جرالك ايه؟ عمال تحاول تحط الشاشه بالطول ليه؟ اعمل ايه بس يا توفا؟ تيبل اليوزرز عمال افرد فيه، مش عايز يخلص. ايش لوكين داتا، ايش فاينانس داتا، ايش الشغل اللي هو بتاع الكنترول سيستم، اللي هو بتاع التشغيل بتاع العمال، ايش المباني بتاعتهم، كمية بيانات ما بتخلصش، عايز اجيبه من اوله لاخره في حاجة واحدة، مش ممكن. طب اهدى بس كده وما تزعلش نفسك. الحل مش انك تحط شاشة بالطول، الحل ان احنا ممكن نشوف، نعرف كده بيعملوا ايه في المواضيع دي. حاج مصطفى، ما تقول لنا كلمتين في الموضوع، خلينا نفهم نحل المشكلة دي ازاي. واهلا وسهلا بيكم ان شاء الله في حلقه جديده مع بعض، واحنا بنتكلم في نفس السلسله بتاعه المايكرو سيرفيس باي اكزامبل. ونسال الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا اليوم لان احنا نقدر نشيب السيرفيس بشكل سليم ونوصل المعلومه دي بشكل جيد، ويا رب يكون كل المسارات تكون كويسه والشرح يكون سهل وميسر. طبعا بنرحب باسئلتكم دايما في نهايه كل حلقه، بتكتب لي اسئلتك حتى وانت بتسمعها. في رايي الشخصي امسك ورقه وقلم واقعد اكتب الاسئله كده على ورقه، وبعد كده بكتبها على هيئه كومنتات، وان شاء الله نجاوب عليها كلها. طيب انا النهارده بتكلم على ايه؟ المشكله اللي اتكلم عنها طفا وتيفا ديت، او توفا وتيفا، في الحقيقه هي مشكله مش ما بتحصلش، هي بتحصل كتير. طب هل هي مشكله كبيره ولا لا؟ ده توقف على حجم السيستم. يعني في بعض الانظمه تبص تلاقي فعلا في تيبل طول بشكل كبير جدا. انا بلاقيت بعض الحلول اللي بيقدموها من ناحيه الداتابيز ان هم يبداوا يعملوا حاجه بنسميها الانهيرتنس، شبه الانهيرتنس، اللي هي بنعمل تيبل اكستنشن. يعني مثلا يعمل شويه داتا كده في التيبل، وبعد ما يلاقي الموضوع كبير قوي يبدا يعمل شويه تيبلز ثانيه ويسميه مثلا ايه، يوزر كاستمر داتا، يوزر كذا وهكذا، ويبدا يعمل اكستنشن للتيبل، ويعمل بقى شويه جوينز وهو بيرجع الداتا. بس هو بيتعامل معاه جوه الستور بروسيجرز كانه تيبل واحد او حسب النيد بتاعته. فبس الفكره ان انت لما بتحل بالطريقه ديت انت بتحل حل غير موجه. عايزين نبص للحل من وجهه نظر المايكرو سيرفيس. ده حل من وجهه نظر الداتابيز، وقد يكون سليم صحيح على فكره، مش بقول حاجه، اللي هو ان احنا نكستند الداتابيز من خلال او بنعمل زي تقسيم للداتابيز، شاردنج كده، كل حته والجزء الخاص بيها لوحدها. يعني كل كونسبت والجزء الخاص بيه معمول في تيبل لوحده. انا بتكلم على هنا بقى الحلول من وجهه نظر المايكرو سيرفيس. طب الحل من وجهه نظر المايكرو سيرفيس، هل انا جاي احل المشكله دي؟ الحقيقه لا. امال انا جاي اعمل ايه؟ انا جاي اشيب السيرفيس. فلو عملت شيبنج للسيرفيس الصح المشكله دي مش هتحصل اساسا. يعني انت لو ماشي صح، لو انت بتخطط صح مش هتحصل المشكله دي. تخيل ان انت هتبدا شغلك بتاع اليوم، بس انت ما خططتش لليوم بتاعك كويس، فممكن تقابل مشاكل كتير خلال اليوم. لكن لو انت خططت ليومك كويس في اول النهار بتلاقي المشاكل اقل بكتير. فدي نفس الحكايه، انت لما بتديزاين في الاول بيكون عندك رؤيه وشايف الدنيا من فوق كده، وانت بتديزاين اكيد المشاكل بتقل، لكن المشاكل لا تصل الى الصفر ابدا يعني، الا في العالم المثالي. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه الموضوع. الموضوع النهارده هو ان انا ازاي اشيب المايكرو سيرفيس واحدد الباوندريز بتاعت المايكرو سيرفيس. كل سيرفيس عندي ايه الباوندري بتاعتها، وده اللي تشالنج نمبر 1 في الكتاب. بس انا بدل ما امسك التشالنجز اشرح لك ايه التشالنجز كلها اللي بتقابلك، لا انا هبدا على طول معاك في التشالنج نمبر 1 واخش في الديتيلز بتاعته. ايه التشالنج نمبر 1؟ how to define the boundaries of each microservice. طيب يبقى موضوع النهارده لو انا هقول لك بقى ملخص، يبقى احنا النهارده هنتكلم على ازاي نشيب المايكرو سيرفيس، يعني ايه باوندد كونتكست، وهنشيب مع بعض ان شاء الله المايكرو سيرفيس بتاعتنا ونشوف الكونتكست بتاع كل واحده فيهم. طيب من غير بقى ما نقعد نقرا ان كل كونتكست لازم يكون مانجد اندبندنتلي ونخش في الملخص، لا انا هقفز مره واحده للتفصيل، لان احنا عرفنا ان ده اول تشالنج عندنا. طب ايه التفصيل؟ تعالوا نخش. انا عامل زي ما بعمل لكم كل مره هايلايتنج على الحتت المهمه بدل ما نقعد نقرا الكلام كله. اول حاجه هو بيحذرك انك ما تركزش على السايز بتاع السيرفيس. امال انت ايه؟ ال- التركيز بتاعك هو ان السيرفيس ديت هتكفر انه بزنس كابابيلتي. ودي انا عملت فيديوهايه صغيره كده ان شاء الله برفعها لكم دقيقتين، هي بكلمك ازاي انك المفروض ما تركزش على فكره السايز، لان في ناس كتير بتقول لك وحجم المايكرو سيرفيس قد ايه، وفتره طويله قعدت اسمع واحد يقول 100 لاين اوف كود وواحد يقول مش عارف ايه. في الاخر التركيز بتاعنا مش السايز بتاعت المايكرو سيرفيس، التركيز بتاعنا هو الكفرج بتاع البيزنس كابابيلتي. طب يعني ايه بزنس كابابيلتي؟ برضه ليها فيديوهات صغيره في الشروط هتلاقيها بقول لك يعني ايه بزنس كابابيلتي. طب يبقى الجول مش المفروض ان انت ايه، انك ان انت تعمل سيبريشن، بس السيبريشن دوت جايدد باي ايه؟ جايدد باي يور دومين نوليدج. خلاص، يور دومين نوليدج، مش جايدد باي anything else. طيب انت في نقطة بقى لاحظتها، انا في مثلا في احد الاعمال لقيت
ديفلوبر سينيور يعني، وكان عامل الديزاين، بس عمل 2 سيرفيسز. السيرفيسز دول يبدو في ظاهرهما انهما منفصلتين، ولكن في الحقيقه هم لا، هم المفروض يكونوا كبزنس دومين، المفروض يكونوا مع بعض. انا كان قراري كبزنس دومين بقول له ايه، المفروض دول يكونوا حاجه مع بعض، انت ازاي قدرت تفصلهم؟ وريني كده. فبص على الكود لقيت ان الاثنين سيرفيس بينادوا بعض وبيكلموا بعض تقريبا في كل ريكوست. فقلت له لأ، ده أهو. طبعًا هو كان بيناقشني في الفكرة ومن حقه إنه يناقش طبعًا، وأنا أحيانًا باخد قرارات خطأ. يعني أنا طبعًا باعرض هنا القرارات الصحيحة. أنا طبعًا أحيانًا في شغلي برضه باخد قرار وبعدين حد يناقشني فيه ألاقي إن هو مش أصح حاجة، فباعدله based على المناقشة دي. المهم يعني ففي المناقشة ديّة بابُص على الكود لقيت إن الاتنين service highly dependent على بعض، وده اللي أنا كنت متوقعه من الشكل بتاع الbusiness ده. فقلت له شُفت الاتنين سيرفيس دول highly dependent على بعض، ده كل ريكوست بيروح لواحدة لازم يعدّي على التانية. فطالما هم highly dependent كده على بعض، هم المفروض يكونوا مع بعض، المفروض يكونوا في object في سيرفيس واحدة، لأنهم لمّا يكونوا في سيرفيس واحدة مش هيحصل الhigh coupling اللي حاصل ده. وده اللي بنسميه الcohesion. إيه الcohesion ده؟ cohesion إن الحاجات اللي ليها علاقة ببعض تكون مع بعض، وطبيعي إن الbusiness capabilities أو الbusiness functions اللي highly dependent على بعض المفروض يكونوا مع بعض. ما ينفعش مثلًا أدّيك مثال بس صغير كده، إن أنا مثلًا في الpersonnel أقول إيه، أنا هاخلّي حاجة في اسمها service اسمها basic data، وحاجة service تانية اسمها مثلًا extended data، والextended data ديّة أساسًا ما لهاش معنى لإن دايمًا بندخّلها مع الbasic data، فده ما لوش معنى. إن هو يكون منفصل في سيرفيس تانية، أو إن أنت تبدأ من البداية خالص وتقول إيه، بُص أنا هاعمل حاجة اسمها person contact، غير دي سيرفيس لوحدها غير السيرفيس بتاعة الpersonnel، في حين المفروض تبدأ بالpersonnel على بعضه وتقرر بعد كده إذا كان الcontacts ديّة هتعمل لها handling لوحدها والّا هتكون جزء من الpersonnel. فدي أنا بادّيك أمثلة بسيطة، بس أنا ما أقدرش أدّي المثال الواقعي اللي حصل، نتيجة لإن هو يعني هيدخّلني في تفاصيل خاصة بالdesign بتاع ناس ليهم patent. طيب نرجع بقى لموضوعنا الأصلي، يبقى أنت الcohesion ده بنسميه إيه design smell. يعني أنت هتحس كده إن السيرفيسين دول المفروض يكونوا في سيرفيس واحدة، فلما يحصل لك الdesign smell ده تعرف إن أنت المفروض تدمجهم مع بعض، لأن الcohesion أحد الحاجات اللي بتساعدك على اتخاذ قرار صحيح. إذا كانوا highly cohesive يبقى ادمجهم في سيرفيس واحدة وتعرف إن أنت ماشي في اتجاه خاطئ. طيب برضه وأنا باحدد الbusiness boundaries مش بس الموضوع domain driven design و bounded context. لو حد مخضوض من الكلمتين دول إن شاء الله نخش عنهم هنخش في شوية تفاصيل عنهم. الموضوع مش كده بس، أنا كنت باقسّم الservices من قبل ما أفهم كويس domain driven design، ولو إنه واقعيًا لأ، أنا أول system عملته كان domain driven design من قبل ما أشتغل micro services، بس اتأثرت بالفكر بتاع domain driven design، لكن ما كانش هو دايمًا الfocus بتاعي وأنا باdesign. لازم أقعد أفكر في الbounded context والmapping اسمه دوّة والباقي من context وهكذا. طيب تعالوا نشوف أول طريقة للتقسيم. سام نيومان بيقول حاجة، بس طبعًا من حقنا إن إحنا نتفق معاها أو نختلف معاها. في كتاب الbuilding microservice بيقول لك إيه highlights that you should design your microservice based on bounded context pattern. طب هل ده لازم؟ أنا باقول لك مش لازم، ودي الجملة اللي أنا قُلتها من شوية. يعني قد لا نتفق مع هذا الكلام وإن كان مكتوب هنا. إذا أنت شايف، بُص خلّي بالك برضه كل واحد ليه طريقة تفكيره. في واحد ممكن يقول إيه، بس أنا فاهم الbounded context ده أوي، وبصراحة هو اللي بيساعدني إن أنا أحدد الboundaries بتاعة الmicro service وما بافهمش الموضوع غير بيه. عادي ما فيش مشكلة وده حقك. لكن طبعًا حتى لو أنت سمعت في domain driven design أول حاجة بنحدد الdomains، وبعدين جوّه الdomains بنحدد الcontext، وبعد كده ممكن نلاقي نطلّع كل bounded context، ممكن يطلع في bounded context مشترك ما بين أكتر من domain. الجملة دي لو مش فاهمها ما تزعلش، عدّيها وكمّل معايا. لإن أنا كل اللي هنا باقول إن مش شرط إن أنا أكون فاهم bounded context صح عشان أقدر أقسّم الservices بتاعتي، بس لمّا أفهمها صح هيكون تقسيمي أحسن وهيكون أفضل بالفعل. طيب تعالوا نكمّل مع بعض. بيقول لك bound context could be composed of several physical services but not vice versa. هو بيقول لك هنا إن لو عندي bounded context ده ممكن يكون عندي الbound context الواحد يكون فيه جواه أكتر من service. ليه؟ طب ده هيخلّينا نخش في حتّة كده أدّيك hint يعني إيه bounded context. بُص تعالَ ناخد الHR. الHR ده domain ماشي؟ الdomain دوّة هتلاقي جواه أكتر من sub domain. تمام؟ إيه الsub domains اللي تحتيه؟ هتلاقي إن الHR system ده فيه personnel، فيه في attendance، وفي مثلًا جواه برضه الpayroll. طيب كل واحد من دول هو بيكون له context بتاعه اللي بتفهم فيه ألفاظه، ودي اللي لسه هنخش فيها بالتفصيل بعد شوية. الpayroll ليه الcontext بتاعه وليه الألفاظ بتاعته. يعني لمّا أنا أقول مثلًا الemployee جوه الpayroll هو يمثل بالنسبة لي إيه؟ ID ونame بس مش أكتر من كده. لكن الemployee في الpersonnel قصة كبيرة. الemployee في الattendance هو عبارة عن إيه؟
كارد اي دي ونيم بس ولا اكتر من كده. اما في البيرسونيل قصه كبيره، وهكذا. فالفكره في الموضوع هنا ان كل كونتكست بيبص للامبلوي، او كل باوندد كونتكست كل دومين باصص له بشكل مختلف، فبيعرف داخل هذا السياق الامبلوي بشكل مختلف. وهنشوف الامثله اللي مديها لنا الكتاب واللي ممكن نفهم منها اكتر ان شاء الله. تمام. هنطح الباراجراف اللي في النص دوت لان هو بلا بلا شويه، وبعدين نقول لك ايه. بيقول لك في حاجه اسمها كونوي. كونوي لو بيقول لك ان الابلكيشن الديزاين المفروض يرفلكت الاورجنايزيشن اللي هو بيقدمها. وده دايما التفكير، هتلاقينا دايما بنفكر كده. بس خلي بالك ان الجمله دي ممكن تكون معكوسه. يعني ايه ممكن تكون معكوسه؟ يعني بيقول لك sometimes opposite is true. يعني انا المفروض لما بنشئ نظام يمثل المؤسسه اللي انا عايز انشئها. ازاي يعني؟ خلي بالك انا مثلا دخلت مؤسسه، والمؤسسه ديت كان في لازم في موافقات كتير بيعملها الاتش ار. انا قدرت اقلل الموافقات اللي بيعملها الاتش ار مانجر بان انا حطيت رولز هو بيبص عليها كل شويه، وخلوا الرولز ديت بتوتوميت الموافقه في احيان كتير جدا. يبقى انا غيرت شكل المؤسسه وقللت عدد موظفين الاتش ار. هذا التغيير اللي بيحدث في المؤسسه بيمثل الشكل الجديد اللي هتقوم عليه المؤسسه. ايه ده؟ يعني وانا بعمل اركتكشر بفكر في شكل المؤسسه؟ اه بتفكر في شكلها. بتفكر في نظام الموظفين يشتغلوا على ايه؟ ما دول اللي بنسميهم بيرسوناز. وفي البيزنس ما احنا مش بنعمل بيزنس اناليسيس ونهمله. في الاخر المفروض الديزاين بتاعك يمثل شكل المؤسسه. وهتلاقي في الفيديو اللي فات او اللي قبليه يمكن، لما قعدت اديك امثله بالموظفين وازاي ان المؤسسه بتمثل من خلال الموظفين وخلافه. فالفكره في الموضوع هنا ان انت السيرفيس بتاعتك بتريبريزنت بزنس كابابيلتي بيقوم بيها شخص جوه المؤسسه. طيب فانت حاجه من اتنين، انت بترفع الواقع. ولما تيجي ترفع الواقع في شغلك انت بتشوف ايه اللي موجود، وبناء عليه ده اللي هنعمله مع الويب سايت دلوقتي. هنخش على اي كوميرس ويب سايت وهنرفع الواقع منه، نشوف الناس شغاله ايه، مين بياخد قرار فين، وبناء عليه ان شاء الله نشكل. يعني لو جيت اديت مثال سريع كده، ورحت فاتح الاي اي او الايدج، ورحت كاتب هنا هيبسي بارا ده مثلا، ودخلنا عليه، هتبص تلاقي اول ما تطلع كده قدامك ايه اللي طلع قدامي ده. مين اللي بيحدد الشكل ده؟ هتلاقي فيه موظفين متخصصين ماركتنج ما يفهموش في البرمجه، كل شغلهم ماركتنج. بتوع الماركتنج دول بيعملوا ايه؟ هم اللي بيحددوا شكل الصفحه الرئيسيه، وايه اللي هيطلع في اول طلعه كده، واذا كان في عروض ولا ما فيش عروض، وادي العروض المختلفه، ويقلب لك ما بين العروض والشكل المغري ده. هم اللي بياخدوا هذه القرارات، وهم اللي بيطلعوا الجزء دوت. يبقى انت المفروض بيكون عندك بالتبعيه حاجه اسمها ماركتنج سيرفيس، لان دوت بيبريزنت حاجه حقيقيه وبزنس كابابيلتي بتحصل جوه المؤسسه. نرجع تاني للكتاب. فكونفي لو بقى بيقول لك يا اما انت عندك المؤسسه موجوده وطالع سيرفيسز منها. طب لا، مش هطلع سيرفيس منها، امال اعمل ايه؟ هرفع المؤسسه كما هي على هيئه لوجيكال اركتكشر بيعمله لي البيزنس اناليست طبعا، وبيزكال اركتكشر، بس مش عايز اخش في التفاصيل دي. وبعد كده بعمل بروبوزد لوجيكال اركتكشر جديد اللي بيمثل المؤسسه بعد عمل المايكرو سيرفيس، واللي ممكن يغير وظائف بعض الاشخاص ويلغي اشخاص بالكامل ويضيف اشخاص اخرين لم يكونوا موجودين نتيجه للتشكيله الجديده اللي حصلت في السيستم. خد بالك هنا بيقول لك ايه. You might need to reverse Conway law and build the boundaries the way you want the company to be organized. خدت بالك؟ يبقى انت بالطريقه اللي انت عايز الكومباني فيها تبقى organized. تمام. اوكي. وطبعا دوت هنا بقى محتاجين ان انت تتعلم البيزنس بروسيس والكلام ده. دي قصه تانية مش موضوعنا هنا، بس طبعا مهمه جدا في شغلك. يعني ايه بيزنس بروسيس عشان تقدر تفهم تعمل سيرفيسز وبتمثل وتحقق البيزنس بروسيس بتاعك. طيب هنا بيقول جمله بقى تاني، بيقول لك الكونتكست مابينج باترن. الكونتكست مابينج باترن بتساعد ان احنا ايدنتيفاي الدومين دريفن ديزاين. انا صراحه بفكر اعمل ويبينار، شجعوني في الكومنتس لو انت وصلت للحته دي من الفيديو. اذا كنت انت مهتم بالويبينار ده. الويبينار ده كل اللي هتكلم فيه يعني ايه بزنس، يعني ايه باوندد كونتكست، ويعني ايه كونتكست مابينج باترن. لان انا بحس ان في خلط، حتى الكتاب دوت انا حاسس فيه خلط شويه. يعني بيتكلم بيقول لك ايه؟ ان الباوندد كونتكست دوت بيساعدك انك تايدنتيفاي الفاريوس كونتكستس ان ابلكيشن اند ذير باوندريز. هو بيحدد لي فعلا، بيساعدني ان انا ايدنتيفاي الديفرنت كونتكست بتاعتي. بس انا مش حاسس ان هو وسيله رئيسيه. هو بيساعدني ان انا احدد العلاقات ما بين الكونتكست، واللي بتساعدني ان انا اظهر الباوندز. يعني لو عايز اقول الجمله هقول كده، هقول هو ان هو يساعدني على عمل ده. تمام. فعشان يوضح هذا الكلام بشكل افضل، لو انتم مهتمين ممكن نخليه من خلال ويبينار مخصوص ان شاء الله تكونوا حاضرين فيه. لكن في اللحظه الحاليه اعتقد ان من الصعب ان انا اخش في تفاصيله، لان هو هنا بيتكلم عنه بشكل سطحي جدا غير مفيد على الاطلاق. تمام. هقفز للجزئيه اللي بعديها. بيقول لك ايه؟
هنا بقى حتة مهمة جدًا بقى، وهو يمكن الcontext mapping بيساعدك إنك تعرفها، بس يعني مش أوي برضه، يعني لمّا نيجي نخش في الpatterns بتاعتها وتفاصيلها ممكن تاخد بالك، بس إن عايزك ترجع انسى إن في حاجة اسمها context mapping خالص، أنت ممكن تعيش حياتك من غيرها وتبقى ناجح وزي الفل على فكرة من غير ما تفكر فيها أوي، هي بتدّيك مساعدة مهمة، لكن هذه المساعدة تستطيع أن تحيا بدونها. طيب شيلها على جنب كده من دماغك وتعالَ نكمّل مع الكتاب، بيقول لك إيه، أنت بيكون عندك حاجة اسمها domain expert، يعني إيه domain expert؟ أنا لمّا جيت هنا كده ورُحت باصص على الكلام ده، الجزء بتاع الmarketing ده مين اللي هياخد القرارات ويحدد إيه اللي المفروض يكون جواه؟ في domain expert بتاع الmarketing ده اللي هيكون بيحدد الكلام ده. لمّا آجي بقى للمنتجات نفسها، لو جيت على منتج زي التلاجة ده، لازم يكون في domain expert خاص بالمنتجات، ليه؟ ده اللي فاهم تفاصيل المنتجات، والمنتجات المفروض يتعرض إزاي، وإن المنتج ليه مواصفات، والمواصفات ديّة المفروض تبقى تتعرض إزاي، وكل الكلام دوّة ده ليه الdomain expert بتاعه اللي بيساعدك إنك تspecify كل حاجة بشكل جيد، وهكذا. يبقى كل domain ليه domain expert خاص بيه. بس أنا هتقابلني هنا بقى مشكلة. أنا بس يعني هنا بيكلمك طبعًا على الكتالوج والinventory domain expert والshopping domain expert، بس أنا عايز أرجع للمشكلة اللي هتقابلني لمّا يكون عندي domain expert، إن كل domain expert بيستخدم ألفاظ مختلفة عن الdomain expert التاني، واللي هي قد تكون مشتركة في اللفظ، مختلفة في المعنى. زي إيه؟ الticket، لو أنا عندي domain expert بتاع customer support، الticket عنده هو عبارة عن customer support request. لكن لو أنا عندي domain expert بتاع الtrain وكل دوّة على فكرة بيبقى خاص مثلًا بمحطة قطر، لأن عندهم customer support، لكن في domain expert تاني بقى خاص بإيه، بموضوع حجز التذاكر وإلغائها والكلام ده، ده برضه اسمه إيه، ticket. فده بيستخدم الticket بلفظ، وده بيستخدم الticket بلفظ تاني، وده اللي يحسسك بمعنى بقى كلمة context. يعني إيه؟ تعالَ بقى، أنا عندي الdomain مثلًا بتاع بتاع إن أنا أحجز تذكرة بتاعة قطر وخلافه. هذا الdomain business domain ده جواه كلمة ticket معناها تذكرة قطر، فأقدر أستخدم إيه cancel ticket هنا بمعنى إيه إلغاء حجز تذكرة قطر، صح؟ change ticket معناه إن أنا باغيّر الحجز بتاعي من قطر للتاني. change date of the ticket بتغيّر الdate من date لتاني. طب cancel ticket ديّة روح بقى للdomain التاني بتاع الإيه، للمنطقة بتاعة الdomain expert بتاعي اللي بيعمل customer support، لو قُلت له cancel ticket معناه إنك بتلغي ticket واحد كان عمل request، لكن قُلت له change الdate بتاع الtext ما لهاش معنى. يعني إيه change الdate بتاع الticket؟ ممكن تكون بقى يقعد يفكر يقول لك إيه، إن أنا باكبّر الdate بتاع الticket المفروض يحصل reply بعد يومين، بس أنا هتchange الreply date مثلًا تقصد. فالمعنى بتاع كلمة ticket هنا مختلف عن هنا، كل domain واخد الticket. فده فالجزء بتاع الcustomer support ده بنسميه boundary. أنا رسمت إيه، بارسم boundary وعندي boundary تاني، وكل boundary الticket جواه بمعنى. يعني لو عملتها لك أهو كده، آدي boundary وعندي another boundary أهو، ماشي. كلمة ticket هنا مختلفة عن كلمة ticket هنا. هنا ticket هنا غير الticket هنا تمامًا، لأن ده boundary وده boundary تاني، تمام؟ فده بقى بنسميه إيه، ده bounded context وده another bounded context، تمام؟ طيب، فكل bounded context ليه domain expert، وهو برضه بيقول لك نفس الحكاية. طب هل ينفع يكونوا الاتنين بيستخدموا نفس الحاجة بالضبط؟ يعني إيه؟ أنا هنا التيكت مختلف تمامًا عن التيكت هنا، رغم اشتراك اللفظ، يعني اشتركوا في اللفظ واختلفوا في المعنى. في حاجة تانية، أنهم يشتركون في اللفظ وفي المقصد. زي إيه؟ زي الuser. شوف المثال ده بقى، بيقول لك الuser domain entity، الuser ده في الdomain بتاعه بيكون صغير. أنا مهتم مثلًا في الجزء بتاع الidentity إن هو يكون user name وpassword وlogin، لكن لو جوّه CRM قصة كبيرة، كل بياناته كعميل. طب لو هو جوّه personnel كل بياناته كموظف. طب لو هو جوّه منطقة الحجز، كل بياناته كشخص بيحجز تذكرة قطر، أوكي؟ فنفس الuser جوّه كل domain ليه معنى مختلف، أوكي؟ بيقول لك but the most important thing is that you shouldn't try to unify the term. Instead, accept the differences and richness provided by each domain. إحنا بنعمل إيه أحيانًا بقى؟ نحاول نunify الterm. يعني أنا عندي ده ticket هنا وده ticket هنا، صح؟ وده
بس التيكت دوت في الدومين بتاع مين؟ بتاع الكاستمر سبورت، صح؟ وعندي التيكت ده في الدومين بتاع مين؟ بتاع الريزرفيشن. فبنقوم نعمل ايه؟ نقول طب انا عايز افرق، انا عندي سيستم كله حاجه واحده، سواء كان مونوليث او مش موديولار مش موديولار مونوليث، او كان مونوليث، يعني مونوليث ساده، لانه لو موديولار هتحل برضو المشكله دي. فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك هنا التيكت هنا انا عايز نيوفاي، فبنقوم نقعد نفكر نقول هعمل ايه؟ يبقى انا هعمل حاجه، هخلي التيكت ده فيه بيانات الاثنين؟ لا مش منطقي طبعا. امال اعمل ايه؟ يقوم اقول لك اسميه ده ريزرفيشن تيكت وده سبورت تيكت. طب دي سهله هنا. طب لو كانوا بقى بتاع مشكله اليوزر، يعني لو كان هنا ده مش الريزرفيشن بقى، ده كان الايدنتيتي وده الكاستمر سبورت، وعندي هنا يوزر بتاع الايدنتيتي وعندي هنا اليوزر بتاع الكاستمر سبورت. ايه ده؟ ده نفس اليوزر، ده مختلف عن التيكت. هعمل ايه؟ اللي بيحصل ان احنا بنقوم ايه، نقوم جايبين تيبل اليوزر كده ونقعد نطول فيه. نقوم نعمل بقى ايه، يوزر نيم، باسورد، اسمه دوت الكاستمر سبورت داتا بقى بتاعته، اللي هو مثلا ايه، ايميل. طبعا هو الايميل مشتركه، بس مثلا سكندري ايميل، ايه تاني، وهكذا بقى تبدا تقول طبعا هنا كاستمر سبورت، فانا محتاج الفون مثلا بتاعه، اتسترا. هتقعد تحط. طب ماشي، جينا عند سي ار ام، الادرس. على فكره ممكن كاستمر سبورت يكون مهتم بالادرس عشان يروحوا يعملوا له المعالجه مثلا هناك مثلا، يعني هيكون، او الادرس لو انا بتكلم على سي ار ام. نمبر اوف كيدز لو انا بتكلم على سي ار ام، مارد ولا مش مارد، وهكذا. طيب يبقى انا بتكلم هنا ايه، عمال اكبر في اليوزر بتاعي في داتا ملهاش علاقه بالايدنتيتي خالص، وهو عمال يكبر ويطول، وهذا الكونديشن حادث بالفعل في سيستم شغال عليه. فالفكره في الموضوع ان ده بيؤدي الى ايه، ناجي في وقت من الاوقات اليوزر دوت بيبقى مستخدم في 20 مجال، مكان اجي اوبتمايز الدنيا الاقي بقابل بعض المشاكل، لان بتبقى في خناقه على اليوزر ده، ما بعرفش افصل الداتابيز عن بعضها بسهوله. طيب نرجع تاني هنا للكلام بتاعنا والمينترابيلتي وما الى ذلك. طيب بيقول لك the most important thing is to try to unify the term. بيقول لك لا، اوعى unify الترم. you shouldn't unify the term. ماشي، you shouldn't ديت يعني اعلى درجات shouldn't. ماشي، امال ايه؟ accept the differences and richness provided by each domain. فاقدر اكرره في اكتر من مثال، في اكتر من مكان. طيب هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ممكن يكون البيست انسر للكويستشن بتاع اللارج دومين موديل. ماشي، هو قفز تاني للسايز بتاعه يعني عشان يتكلم عن الحته دي. فبيقول لك ايه، it should have an autonomous bounded context as isolated as possible. يعني ما تعملش اتنين bounded context معتمدين على بعض والديبندنسز بينهم عاليه. تمام، فاضطر اسويتش ما بين الديفرنت كونتكست كل شويه. تمام. طيب هنا بقى بيدينا مثال، وده مثال مشابه للمثال اللي انا مديه لكم، بس انا حابب ان انا ايه اكمل فيه برضو واوضح فيه. هنا بيقول لك ايه، انا عندي هنا ده كونفرنس مانجمنت سيستم. في الكونفرنس مانجمنت انا عندي يوزر. طيب الكونفرنس مانجمنت دوت مش بيحصل اوردر ريجستريشن على الكونفرنس ده؟ هل انا مهتم اليوزر شكله ايه في الكونتكست هنا؟ شكله اسمه باير، هو هو شخص بيشتري الاوردر بتاعي. تمام. طب اليوزر ده في الجزء بتاع الماركتينج اسمه ايه؟ ده تقريبا مش ظاهر. امال ايه؟ هم مهتمين بالكونفرنس بروموشنز والسيتس، بس في البيمنت اسمه باير، هو اللي الشخص اللي بيعمل بيمنت. طب في الكاستمر سيرفيس اسمه ايه؟ كاستمرز. يبقى كلهم هم نفس اليوزر. تخيل دول لو كانوا اتحطوا فوق بعض كان هيحصل مشكله الشاشه اللي بالطول اللي كانت مقابله ايه، طيفه، صح؟ لان الداتا دي كلها هتكون ورا بعض، وده اللي بنعمله بشكل كبير. وفي بعض زي ما قلت لك بعض المؤسسات بتقسم الكلام دوت على هيئه تيبلز غير التيبل الرئيسي، وفي ناس بتعمل موديولاريتي فبتحط كل واحد في داتابيز، وده افضل طبعا حاجه لو انت هتشتغل مونوليث، ان انت تحط البيمنت في داتابيز، والكاستمر سيرفيس اليوزر هنا يكون اسمه كاستمرز في داتابيز ثانيه، وهكذا. والعامل المشترك ما بينهم هو اي دي مشترك خاص باليوزرز اللي هم في الايدنتيتي. طيب فكده احنا اعتقد بشكل جيد نوعا ما فكره الباوندد كونتكست يعني وضحت. في هذا الدومين، في هذه الباوندري within this context
اليوزرز هنا هم اليوزرز اللي هيحضروا جوه الكونفرنس. تمام. طيب لو انا دخلت جوه الاوردر والريجستريشن، اليوزر في هذا الكونتكست اسمه باير. فلما اقول باير هناك انا اقصد مين؟ هو نفس اليوزر اللي بيعمل لوجن. في هذا الكونتكست لما بتكلم عن اليوزر بتكلم عنه على انه ايه؟ كاستمر. في هذا الكونتكست لما بتكلم عن اليوزر بسميه باير. مش بكتبه بقى يوزر هنا يوزر زي ما بنعمل احنا احيانا كتير في الديزاينز بتاعتنا واحنا بنفكر. لا، هنا اسمه باير، هنا اسمه كاستمر، هنا اسمه باير، هنا اسمه يوزر، وهكذا. طيب الله المستعان. طيب هنا بقى دخل في حاجه اسمها اليوبيكتاس لانجوج. تمام. هو طبعا عمال يقفز يمين وشمال ويحط لك لينك وانت تصرف. اليوبيكتاس لانجوج دي يعني ايه؟ بصراحه الفيديو ده فيه كميه كونسبت كبيره جدا، انا كنت محتار اشرحه ازاي والله، وكنت عايز اشرحه مش مقيد بالكتاب، بس حسيت ان انتوا هتبقوا تايهين عن الكتاب، فانا عشان كده بشرحه من الكتاب بحيث لو حبيتوا ترجعوا للكتاب يبقى الاثنين مرتبطين ببعض. ايه اليوبيكتاس لانجوج دي؟ اليوبيكتاس لانجوج دي هي لغه مشتركه جوه الدومين، بحيث لما اقول باير احنا كلنا عارفين ايه اليوزر. الباير ده هو عباره عن ايه جوه الدومين بتاع مين؟ بتاع ايه؟ الاوردر والريجستريشن. لما اكون بتكلم على التيكت، لما اقول تيكت وانا في منطقه السبورت انا فاهم يعني ايه تيكت. هو ايه سبورت تيكت؟ طب لو اقول تيكت وانا في منطقه الريزرفيشن انا عارف يعني ايه تيكت. يعني ايه؟ يعني انا بريزيرف تيكت، بشتري تيكت عشان اقدر اركب القطر، وهكذا. فدي اسمها يوبيكتس لانجوج، ان تكون هناك لغه مشتركه جوه الدومين. طب اللغه المشتركه ديت بتصل لمرحله ايه؟ لمرحله الكود. يعني انا بمثل التيكت جوه الكود، بعمل له كلاس اسمها تيكت، مش بقوم بقى ايه اقوم انا بقى على مزاجي بقى وجوه اسميه باسم تاني بقى الديفلوبرز حرين. لا، بيستوي الاسم في جميع اللايرز، لدرجه ان انا في بعض الاعمال كنت بخلي التستر يقعد يقرا الكود بتاع اليوزر، فبتاكد انه كلين كود لانه بيقدر يقراه ويفهم هو بتاع ايه. بتاع الديفلوبر اسف. وفي نفس الوقت بيلاقي نفس المصطلحات اللي هو بيستخدمها في البيزنس مكتوبه في الكود. فكنت بعتبر شوف مين اللي بيعمل كود ريفيو؟ تيستر. ممكن ما يكونش في الاصل هو كودر. تمام. او سوفت وير ديفلوبر. بيدي برضو المثال هنا بيقول لك ادي اليوزر اهو. اليوزر هنا هو يوزر وهنا باير، فبناخد بيانات اليوزر ليها علاقه بيه كيوزر فيرست نيم لاست نيم ادرس كومباني جوه الكونفرنس مانجمنت، وفي البرايسنج بيحطوا كباير كاي دي وستاتس. نفس الحكايه السيت. السيت جوه الكونفرنس مانجمنت هو بس حجز السيت دوت في اي دي وديسكريبشن وخلاص. لكن في البرايسنج السيت برايس هو عباره عن ايه؟ ده هو ده اللي انا انترستد بيه. والسيت الاماميه مختلفه عن الخلفيه عن اللي في النص، وهكذا للناس اللي بتحجز في الكونفرنسز الكبيره او في الحفلات بيبقى عارف الموضوع ده كويس. طيب طيب بيقول لك بقى ايه؟ احنا محتاجين بقى نماب اليوزر انتيتي فروم وان دومين تو انذر. هنا بقى المفروض بقى كان يجي بقى في اللحظه دي ويقول لك بقى على الكونتكست مابنج. ليه بقى؟ لان احنا عشان نقدر نماب اليوزر ده من دومين لانذر دومين احنا محتاجين الكونتكست مابنج والكونسبتس بتاعتها، بان بيكون عندي بقى دومين رئيسي فبياخد ده بياخد شكل الدومين دوت، او بستخدم ترانسليتور في النص او خلافه. وده اللي نعرفه ان شاء الله لما نخش في هذه الجزئيه والباترنز بتاعتها اللي هي مش جزء من الكتاب. انا بقول زي ما قلت لو انتم مهتمين نعمل لها حلقه مخصوص ان شاء الله. طيب تعالوا نكمل مع بعض. بيقول لك ايه؟ having a master microservice that owns a certain type of data per entity that updates and queries that type of data are driven only by that microservice. هنا بقى دي data sovereignty. هنا بقى الحته المهمه جدا. بص، اليوزر ده لو هعدل اي بيانات، عشان دي انا لقيتها خطأ شائع في كل اللي بيعملوا مايكرو سيرفيس. مايكرو سيرفيس مش سهله، عشان كده دايما بحذر منها. مش بحذر منها لانها وحشه، هي كويسه بس مش سهله. بلاقي كتير جدا من الناس بيسمحوا لما بيجي يعمل ريوزابيلتي للداتا في مكان تاني. يعني مثال على كده في كونفرنس مانجمنت هنا اليوزر فيه فيرست نيم ولاست نيم. تمام. لكن هذا اليوزر ممكن يكون باير في هنا، بس انا محتاج الفيرست نيم بتاعه واللاست نيم. يعني انا كنت في سيستم والسيستم ده كان فيه كاستمر سبورت، والكاستمر سبورت محتاج الداتا بتاعه الدرايفر واللي هو مش جزء من الكاستمر سبورت. فعندنا حل من اتنين. طب انا دلوقتي كاستمر سبورت كل شويه بيحتاج الدرايفرز دول عشان هم بيوصلوا حاجات وبيبقى محتاج يتواصل معاهم. يا اما اسيبهم في الدرايفر سيرفيس او اخد منهم نسخه جوه الكاستمر سبورت عشان يسهل اللودنج بتاع في الكويريز بتاعتي. هنا بقى مين الاونر بتاع الداتا؟ الاونر بتاع الداتا هو الدرايفر موديول. فاليوزر ما ينفعش يتغير هناك في الدرايفر، ما ينفعش يتغير في يعني لو انا حبيت اغير اسم الدرايفر لسبب ما وليكن كانت دخل غلط، ما ينفعش اغيره جوه الموديول بتاع
الكاستمر سبورت. امال اغيره فين؟ مين الذي يؤون هذه الداتا؟ من الذي يملكها؟ الدرايفر موديول، فهو اللي من حقه يعمل هذا التغيير. فدي بنسميها داتا سوفرينتي او اونر شيب. ما ينفعش سيرفيس تغير داتا بتاعه سيرفيس ثانيه، لكن ينفع ان هي تستخدمها as a cache data or queryable data inside its boundaries. تمام. اوكي، فكده احنا خلصنا الكلمتين اللي هو قالهم. تعالوا بقى نطبق هذا الكلام بشكل عملي على الاوردر مانجمنت سيستم. تعالوا نبص كده. زي ما جينا هنا، انا لما اجي افتح هيبس بورده كده، هبص الاقي اول حاجه كده طالعه لي ماركتنج على طول. هنا في موظف ماركتنج شغال بيحدد ايه المنتجات اللي تطلع في الصفحه الرئيسيه وتتعرض ازاي وشكلها يبقى عامل ازاي والكلام ده كله. الله، يبقى انا اول حاجه هنا هعملها ان انا عندي سيرفيس اسمها ماركتنج. تعالوا نعمل السيرفيس دي. صح، الحلقه دي هتطلع طويله بس غصب عني، يعني ما هختصرها ازاي. تمام. يبقى اول سيرفيس عندي هي ماركتنج. ليه بتعمل ايه بقى؟ بتكريت كامبين، بترجع لي ايه الحاجات اللي تطلع في الصفحه الرئيسيه، وبتحدد ايه الخصومات المفروض تحصل على السلع المختلفه وهكذا. فدي الصفحه الرئيسيه كلها اساسا بيديرها ايه؟ الماركتنج. الله، طب بس البيانات بتاعت المنتج نفسه، يعني انا عندي منتج اهو مليان بيانات. دلوقتي انت لما بتروح معارض، اللي راح فيكم معارض بتبص تلاقيه عنده دايما كتالوج مليان كل البرودكتس. يقول لك دي بعض البرودكتس اللي انا عارضها وادي الكتالوج بتاع البرودكتس بتاعتي، اللي هو زمان كانوا يبيعوا كده كتالوجات مليانه البرودكتس. فبالتبعيه ايه البرودكتس ديت ليها مسؤوليتها الخاصه، وليها حاجه اسمها برودكت كتالوج. طيب، السعر اللي معروض قدامك هنا ده مين المسؤول عنه؟ دي قصة كبيرة بقى، واخد بالك؟ بس في الأصل أسهل قرار ممكن تاخده إن هو تبع البرودكت كاتالوج. لأن لما بتجيب كاتالوج كده بتلاقي البرايسز موجودة جواه، لكن دي مش بيحصل عليها خصومات. بيحصل عليها خصومات. الخصومات دي بتحصل نتيجة لمين؟ للماركتنج تيم. يبقى الناتج النهائي بتاع هذا البرايس قد يتأثر بالماركتنج تيم، فهو عبارة عن كومبوزيشن ما بين الماركتنج وما بين البرودكت كاتالوج. تمام. بس الاونر شيب الأصلي للبرايس اللي هو السعر البيزك الرئيسي ممكن يكون في البرودكت كاتالوج نفسه. اذا ما كان البيزنس لوجيك بتاعي اكثر تعقيدا، فهو بيكون تابع في بعض الاحيان لدومين تاني اللي هو بيحدد البرايسنج، واللي بيكون عاده برضو الماركتنج. بس احنا هنا هناخد الشكل السيمبل، لان انت لو عندك لو انت بتعمل اي كوميرس سيستم، ففي ناس بتحط منتجاتها وبتحط البرايس بتاعت منتجاتها، وانت بعد كده بتعمل لها عرض، تقول لها بص ده اللي بيحصل من المواقع اللي زي دي زي هيبس بوردا وامازون وكده. يوم يبعت لهم يقول لهم ايه؟ طب احنا عندنا كامبين 10% خصم، تحب تخش الكامبين دي؟ فبيقول له اه، فبينزل الخصم عنده. تمام. طيب، يبقى انا عندي برودكت كاتالوج ده بينزل البرودكت بكل مواصفاته، بيعدل، بيابديت، بيديليت. فدي الريسبونسبيلتي بتاعته بتاعت البرودكت دي. طب الماركتنج هنا مش بيعمل تاثير على البرودكت؟ يعني في ريليشن ما بين الاثنين اهو، ده وده متاثرين ببعض ومؤثرين في بعضهم البعض. تمام. طيب التاثير دوت بيكون عباره عن ايه؟ انا عندي هنا في الماركتنج انا عايز البرودكت بس مش عايز الاي دي بس، انا عايز البرودكت واسمه. يبقى هنا ده هيكون كانه فورين جوه الماركتنج. فينفع يكون في برودكت هنا في الماركتنج بس مش هيكون غير الداتا الرئيسيه. الداتا الرئيسيه للبرودكت دي هتكون ايه بقى لو هو كانتيتي؟ هنا هيكون مثلا الاس كيو بتاعه والبرودكت نيم، ماشي، وايه تاني؟ والبرايس. طب الداتا دي هل من حق الماركتنج ان يغير برودكت نيم او البرايس؟ لا، ليس من حقه ان يفعل ذلك. امال مين اللي من حقه؟ البرودكت كاتالوج بس هو اللي من حقه يعمل كده. امال الماركتنج واخد الداتا دي ليه؟ ككاشد كوبي. تمام، كاشد كوبي من هذه الداتا. تمام. اوكي. نرجع تاني بقى نكمل هنا. طيب انا دلوقتي بقى عندي اهو المنتج. الله، المنتج ده حلو، انا عايزه اقوم حاطه في الايه؟ في السبت. الله، ده في عمليه بقى في السبت، وازود في السبت واشيل من السبت، وممكن يدي لي شويه مقترحات عشان احطها في السبت. المهم السبت ده كورك فلو خاص بالسبت، في قصه بقعد اضيف واشيل وبرايس ولو عديت رقم معين وحاجات زي كده. هذا السبت ممكن يبقى له سيرفيس. ممكن نسميها ايه بقى؟ نسميها مثلا كارت، عاده بيسموها كارت صح؟ فنقوم مسمينا كارت. ادي الكارد سيرفيس. بقى عندي كمان حاجه. خلاص الثبت وانت في الواقع العملي فكر كده، انت مش تخش السوبر ماركت ماسك معاك سله كده وعمال تحط فيها وتشيل منها. هي دي الكارت بتاعتك. طيب بعد ما عملت الكارت ديت ومليتها بتعمل ايه؟ بتنفذ عمليه الايه؟ الشراء. بروح للثابت بتاعي،
الله خلاص انا كده تمام، عايز اشتري الحاجات دي، اقول له ايه؟ قال لي فيرست عامله اللي هو ايه اتم الشراء، وعايز بقى اعمل بيه. يا نهار ابيض، ده شكله هيدفعني. الحمد لله ما دفعنيش، قال لي اعمل لوجن. تمام. فهيقوم ايه؟ يبدا يروح يعمل لي عمليه دفع. عمليه الدفع ديت، تمام. عندي اتنين سيرفيس. عندي اوردر سيرفيس اللي هي هتكريت الدرافت اوردر اللي انا هعمل محاوله دفع عليه. فالاوردر ديت، وهعمل محاوله الدفع دي هعملها خلال البيمنت سيرفيس. وفعلا دي ديبارتمنت ودي ديبارتمنت. ده الكاشير اللي انت بتروح له عشان تدفع عنده، واللي هو بيشو الاوردر ليك في الاخر، وبتكون معاك حاجه اسمها اوردر كده بتروح بيها وتطلع وانت فرحان معاك المنتج بتاعك واشتريته. فانت عندك اوردر وعندك بيمنت. طب عندك ايه تاني؟ طبعا اكيد ان انا عندي مخزن، فبالتبعيه المفروض يكون عندي انفنتوري هنا مثلا. ناس بتقولها انفنتوري وناس بتقولها انفنتوري، ايا كانت الطريقه اللي انت تحب تقولها بيها كلاهما صحيح. فالانفنتوري دوت بيكون في التخزين بتاع، بيمانج بقى ان البضاعه ديت موجوده في انهي حته، وقلب بمقدار قد ايه، ووصلت لمرحله الشح ولا ما وصلتش، وهكذا. تمام. طيب في ايه تاني؟ في الدليفري، ان انا عايز اوصل الحاجات دي كلها، صح؟ اللي هو الشيبنج. دي انذر سيرفيس، لان انا بعد كده الكارت بتاعتي هوصل حاجه. في ايه تاني؟ انت بقى ممكن لو انت عندك افكار لسيرفيس تانية انا ناسيها هنا، غير كده، ممكن تقولها لي. طبعا في سيرفيس تانية واضحه زي السيرش في المنتجات. ده ممكن يكون سيرفيس مخصوص اللي هي بتعمل اندكسنج بقى بشكل بروفيشنال وكده، وتكون تابعه سب سيرفيس سب دومين للبرودكت كاتالوج. ممكن يكون عندك شويه اي اي سيرفيسز كده بتشتغل على الكارت عشان تقدم المقترحات للمنتجات بيزد على الخبره بتاعتهم في الحاجات اللي انت بتشتريها. وكل هذا الكلام تقدر يكون في سيرفيسز اخرى. لو انت زي ما قلنا عندك مقترحات اخرى لبعض السيرفيسز الثانيه ممكن تقولها لي. طيب يبقى دي السيرفيس الرئيسيه. انا هديك بقى واجب. ايه الواجب بتاعك؟ انا عايزك كده تخش على الاي شوب كونتينر، اللي هو الاكزامبل اللي احنا شغالين عليه، وعايزك تبص جواه على السورس كود. وان شاء الله في الحلقه الجايه انا ابص معاك على السورس كود مع بعض، ونبدا نشوف السورس كود بتاعنا ده شغال ازاي. بالنسبه لهذا الكلام هتكون ان شاء الله حلقه سريعه ومختصره، بس هيكون في بعديها بقى حلقه ان شاء الله اللي هي بتاعه الجزء الجاي من الكتاب ان شاء الله، الكوميونيكيشن بتوين سيرفيسز. ده الجزء اللي هنتكلم عنه كاي بي اي جيت واي باتنتس، وازاي بيحصل كوميونيكيشن ما بين السيرفيسز ان شاء الله. اشوفكم على خير. ما تنساش تعمل الواجب، وتقول لي في التعليقات انت ايه السيرفيس شفتها ازاي وحسيتها جوه الايكو شوب كونتينر ولا لا، وحط لي اسئلتك. لا انا ما لقيتهاش، انا ما عرفتش اجيب الباوندرز بتاعت السيرفيسز، لان الكلام دوت هيساعدك ان شاء الله الحلقه الجايه تكون ان شاء الله فاهمها بشكل احسن. سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده. الحلقه دي معلش اذا كنت اتاخرت فيها. شكرا لكم جميعا، والقاكم على خير في الحلقات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش شير، ولو وصلت لكلمه شير ده شيء رائع جدا، وانا سعيد بيك جدا. ده انت معناه ان انت راجل يعني بتحب العلم، لان الحلقه طويله. شير، لايك، سبسكرايب. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.